الخير، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم روتيننا مسائي. رجعت الشتوية ورجعت الكستنة والكنكنة والدفا. اليوم رح نعمل كستنة مشوية بالفرن. جبتها هيك، هاي الطريقة بعملها وبتقشر الكستنة بسرعة. عملت شقشقت الكستنة من فوق مثل إشارة الزائد، حطيتها بصينية وجبت نص كاسة مي وراح أحط فيها 3 معالق ملح. ملح، لا تستغربوا، جربوا وشوفوا، طلع كتير طيبة. طبعا هذا الملح ما رح يعني ما رح يملح الكستنة كتير كتير، حتى يعطيها طعم ملوحة كتير خفيفة. حطيتهم فوقيهم وحركتهم منيح وقلبتهم على الجهة يعني اللي هي اللي هيك الجهة المنفوخة مخليها من فوق. هو نفس الشي يعني ما بيأثر، لأنه أنا رح شغل الفرن عليهم من فوق ومن تحت. حطيتهم هيك زبطتهم وعلى الفرن دغري. الفرن أيوة، شغله من فوق ومن تحت وعلى أعلى حرارة. على درجة حرارة 300، أنا أعلى شي عندي 300. شو عم كبوات، شو بدها الشغلة. المهم حطيته على 300، وهون بعد مرور شي 20 دقيقة تقريبا بدي أقلب الكستنة مشان يعني الوش التحتاني كمان ينشف شوي من المي. بلشت تتشقوق، طلعوا محلاها. هاي الطريقة كتير ظريفة. إذا ما شقوقتي الكستنة بتنفجر بقلب الفرن، ما بيمشي الحال. أنا كنت أعملها بالطنجرة نفس الطريقة كلها. شو هيك عملت هلأ، بس حطها بقلب طنجرة وسكر عليها الغطاء وتطلع كتير طيبة. بس بالفرن أطيب، يعني هيك فيها طعم الشوي. أما بالطنجرة بتطلع مثل المسلوقة. طلعته من الفرن لأنه سخن كتير، ما قدرت يعني ضل حاطة إيدي وأقلب جوا كلهم. قلبتهم كلهم هلا على الجهة الثانية وبنرجعهم على الفرن. وهي البوبية الصغيرة تبعنا شمت الريحة، لازم تشارك بكل شي. شايفين بلشت تستوي، يعني دخلت بمرحلة الاستواء. ليكم أحلاها كيف فتحت. جربت كتير أنواع كستنة، في منها نوع جربته قبل هاد ما يعني بتفتح الكستنة، بس بضل هاي القشرة الناعمة الطبقة الرقيقة بتعذب. بس هاي المرة الكستنة منيحة كنوع، توفقنا فيها. افتح الفرن شوي شوي وبعد، لأنه نار يعني يطلع منه، الله يجيرنا. هيك كانت خالصة. عم جرب اقلبهم بالورقة، اجت شقت، لأنه شايفين محلاهم خالصين. هلا بدي طالعون. طبعا حطيتهم على هاي القطاعة، كانت كتير سخنة، أخدوا 40 دقيقة. فعملت يعني هيك مثل حرقتها شوي، كان لازم حطيت شي تحتها، مو مشكلة. يا سلام جمال الريحة، عبقت بكل البيت ريحة الكستنة المشوية. نشيلهم. حطيناهم بصحن التقديم. هدول القش كتير ظراف لأي شي سخن. للكستنة ما بعمل كعك أو معمول أو شي، أول ما يطلع من الفرن بحطهم بهيك صينية مثل هاي، أو عندي وحدة كبيرة. ظراف. هاي الكستنة خالصة. هلا بدي أقشر وحدة معكم، شوفوا كيف. ما هني طبعا نار تسلوقت، بس إنه قلت بدي أفتح تنتين معكم بدون أي عذاب. شايفين كيف دغري. جربوا هالطريقة، كتير ظريفة وما بتاخد وقت.
يعني إجباري بدنا نعمل كستنة بالبيت، أقل شي بدها 40 دقيقة يعني، لأنه إحنا مو عاملين على الفحم، على الكهرباء بتاخد وقت. وهلأ وحدة تانية كمان. يا سلام. خالصين. طبعا بعمل شوي لأنه كتير سخنة كانت، يا دوب إيدي متحملة السخونة. اي والله. هلا الكستنة شو بدها شاي، بدها متة، بدها شي سخن، الواحد يقعد على التلفزيون. أنا قررت أعمل شاي لاتيه. جبت شاي لاتيه وعملت كاسة وحطيت بحط معه شوية نسكافيه. طبعا النسكافيه عندي من زمان مو من جديد، يعني أنا جايبته، بس أنا ما بستخدمه، يعني ما بنشرب نسكافيه، بنشرب قهوة عادية. بجيبه للحلويات لهيك بيقعد عندي، فقلت رح أجرب أحط شوية نسكافيه مع الشاي لاتيه. طلع الطعم رهيب، كتير طيب. مهم. هلأ بناخد مشروبنا الدافي وبنروح بنقعد بقى هيك الشتوية كنكنة. إذا عجبتكم طريقة الكستنة لا تنسوني باللايك والاشتراك، وجربوا شاي لاتيه كمان كتير طيب. يو شو والله أنا عم أطبخ طبخة كان خلصت. لا تنسوني باللايك والاشتراك. هلا رايحين نقعد نحضر مسلسلنا الجديد. سلام.